وعلى بركة الله. اول حاجه غادي نبداو بها هي الحشوه. عندي واحد جوج حبات ديال البصله مقطعين صغار، درتهم في واحد المقله، خليتهم يتقلاو غير واحد 5 ديال الدقائق مع شويه ديال الزيت. وغادي نضيف لهم جوج حبات ديال الخيزو، الحجم ديالهم يكون كبير. الا كان عندكم خيزو صغير فغادي ديروا 4 ديال الحبات محكوكين في الحكاكه الغليظه. من بعد ما ضفت الملح ضفت واحد الكميه ديال الكفته. بالنسبه للتوابل اللي استعملت شويه ديال الفلفله اولا الفلفل الابيض، شويه ديال سكنجبير، شويه ديال الكوري، واستعملت الثوم بودره، وايضا القزبر مجفف وشويه ديال الخرقوم. ومن بعد كما شفتوا معايا ضفت الشعريه، ضفت الزيتون، وضفت في الاخير شويه ديال الصلصه الحاره. من بعد غادي نوجدوا العجين. عندي هنايا كاس ديال الماء دافي وكاس ديال الحليب دافي، معلقه صغيره ديال الخماره حبيبات، تقدروا تستعملوا حتى الخماره المعجونه عفوا. واحد المعلقه صغيره ديال العسل، تقدروا تعوضوه بالسكر سنيده اولا السكر حبيبات. وغادي نضيف واحد 4 كاس ديال الزيت. غادي نخلط المكونات. بما انني استعملت خماره حبيبات ما استعملتش الخماره المعجونه، فغادي نخليها ترتاح اولا تفاعل واحد المده ديال 8 ديال الدقائق. صافي. من بعد غادي نضيف الدقيق. المهم الا استعملتوا الخماره المعجونه ما تحتاجوش انكم تخليوها تتفاعل مع المكونات، غادي ديروا الدقيق مع المكونات دفعه واحده. ولكن الا استعملتوا الخماره حبيبات غادي تخليوها واحد 8 ديال الدقائق تتفاعل. 4 ديال الكيسان ديال الدقيق اللي ضفت نوعيه جيده وضروري ما يكون مغلبل من قبل. ضفت الملح و7 غرام ديال الخماره. من بعد غادي نضيف الدقيق شويه بشويه. درت في الاول كما قلت لكم 4 ديال الكيسان، من بعد غادي نضيف الكاس الخامس كما كتشوفوا معايا اخواتي. من بعد غادي نضيف نصف كاس اخر من الدقيق. المجموع هو 5 ديال الكيسان ونصف. وكنخدموا بالعجين مباشره من بعد ما تدلك مزيان. هنا عندي شويه ديال الزيت، غادي غير ندهن يديا غير بشويه بالقليل من الزيت كما كتشوفوا معايا. وغادي نبدا كنشكل كويرات صغيره الحجم. صافي. من بعد غادي نعاود نكورهم وكنحاول انني ندير نفس الحجم. بالنسبه لهاد العجينه عطاتني 14 كويره. هنا غادي ندهنهم بالزيت باش ما يديروش ديك القشره، وغادي نغطيهم بالسلوفان. غادي نخليهم يرتاحوا مده ديال 10 ديال الدقائق. وبالنسبه للزبده كما شفتوا معايا النص مذوب والنص باقي يعني هكذاك. بالنسبه للزيت هو باش غادي نسرح العجين ديال المسمن. ما كنستعملوش الزبده نهائيا لانه غادي يبدا يتقطع معنا العجين. صافي. من بعد ما غادي نسرح المسمنه مزيان حتى يبدا يبان السطح ديال العمل كما كتشوفوا معايا. من الافضل هكذا باش يجيوكم مقرمشين ومورقين. عاد غادي نستعمل الزبده. صافي كما كتشوفوا معايا من بعد ما سرحتها ماشي مشكل الا تقطع معكم العجين. صافي. غادي ندير الزبده كما كتشوفوا معايا وغادي نطوي كما كنطويو المسمن العادي. كنطويو الجوانب
من بعد عاوتاني كندهن شويه الزبده وكنعاود نطوي. كنسرح المسمنه بالزيت كما كتشوفوا معايا، ما نستعملش الزبده نهائيا. حاولوا اخواتي انكم ترققوا العجينه ديال المسمن مزيان حتى يبدا يبان السطح ديال العامل. كما كتشوفوا معايا انا وريتكم، واخا تقطع معايا ماشي مشكل نهائيا، النتيجه كتكون زوينه بزاف. صافي من بعد كندهن الزبده، كنطوي الجوانب، عاوتاني كندهن الزبده ونولي عاوتاني نطوي الطريقه ديال المسمن العادي. كندهن بالقليل من الزبده، ما تكتروش بزاف. صافي وكنطوي الجوانب وعاود تاني كنولي ندهن واحد شويه ديال الزبده، ومن بعد عاود تاني كنولي نطوي الطريقه العاديه ديال المسمن. صافي من بعد ما كملت الكميه اللي عندي غادي نبدا باول وحده شكلتها، كتكون ارتاحت مزيان. شوفوا معايا في الوسط غادي نخليه يعني شويه غليظ. غادي نسرح عادي في الاول، ولكن في الوسط كما قلت لكم يعني غادي نخليه شويه غليظ، وغادي نركز على الجوانب. الوسط هو اللي غادي نحط فيه الحشوه. كي قلت لكم يعني كنركز على الجوانب، نرققهم بزاف لانه هما اللي غادي نديرو واحد فوق من واحد على داكشي باش ما يجيوناش غلاظ بزاف وتجي لنا طبقات غليظه من العجين. غادي نحاول انني نرققهم مزيان كما كتشوفوا معايا. نطوي الجوانب كما شفتوا معايا، ومن بعد الجوانب الاخرين كنحاول انني نغطي بهم. شوفوا معايا بهذه الطريقه هذه. صافي وكنضغط عليها وكنبقى كنضغط في الجوانب باش يعطوني واحد الشكل زوين ومقاد. وكنحط مباشره في الصينيه اولا في الصيني اللي غادي يدخل الفران. وندير معكم وحده اخرى كما كتشوفوا معايا. كنسرح المسمنه عادي في الاول، ولكن من بعد كنركز على الجوانب دوك القنوته كنسرحهم مزيان مزيان، ونخلي الوسط كما كتشوفوا معايا. كنحط واحد القطعه ديال الفرماج الخاص بالساندويتشات، ومن بعد كنحط فوقه الحشوه اللي كتجي بنينه بزاف بزاف اخواتي. كندير واحد الكميه معقوله، ومن بعد كنطوي الجوانب اللي كنعاود نرققهم كما كتشوفوا معايا. ما تخافوش نهائيا تقولوا يعني هنايا راه العجينه بزاف غادي يجيو مدقسين. ما يجيو لا مدقسين ولا والو، على حسابي كيجيو اكثر من روعه، كيجيو مورقين بواحد الشكل زوين بزاف. ونعاود معكم وحده اخرى كما كتشوفوا معايا. كنسرح في الاول مسمنه عادي،
ولكن من بعد كنخلي هذاك الوسط ونبدا كنركز على الجوانب، هما اللي كنزيد نسرحهم اولا نرققهم مزيان مزيان كما كتشوفوا معايا في الفيديو. من بعد كنحط واحد القطعه ديال الفرماج الخاص بالساندويتشات، وكنحط الحشوه في الوسط كما كتشوفوا معايا. ندير كميه كما كتشوفوا معايا معقوله، ومن بعد كنطوي الجوانب اللي كنعاود يعني نسرحهم اولا نعاود نرققهم، كنطوي بهذا الشكل هذا. ومن بعد الجوانب الاخرى اللي باقيين كما كتشوفوا معايا كنسرحهم، وهما اللي كيغطيو لنا المسمنه وكيعطيو لنا واحد الشكل اللي هو زوين بزاف. كنضغط على الجوانب كما شفتوا معايا باش يعني من نديرهم في الفران من يبداو يتورقوا ما يتحلوش. وغادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه ديال المسمن اللي عندي. وفي هذه المرحله الفران راه مشعول على اقصى درجه 250. يعني الفران ضروري ما يكون سخون مزيان من قبل عاد ندخلو يعني هذا المسمن المعمر. يعني كيبغي الفران يكون سخون باش يتورق، من بعد عاد نقصلو البوطه اولا الجهد ديال البوطه. عندي هنايا يعني صفار بيضه مخلط مع قطرات ديال الخل. تقدروا ديروا بيضه كامله ماشي مشكل. غادي ندهن به السطح ديال هذا المسمن هذا كما كتشوفوا معايا، ونعاود نذكركم بالطريقه ديال الطياب اللي مهمه جدا باش ينجحوا معاكم. الفران كتشعلوه من قبل على اقصى درجه يسخن مزيان. ملي تدخلوا الصينيه ديال المسمن يطيب غادي تخليوه على اقصى درجه يعني مشعول غير من التحت تقريبا واحد 8 ديال الدقائق فقط، وغادي تنقصوا له ل 180 درجه تخليوه يطيب. يعني اون فوا تشوفوه تشمع ما دخلوش الطياب غير تشمع وشد راسو كتنقصوا له ل 180 درجه باش ما يتخطفش في الطياب ما يجيكمش يعني قاسح من التحت. صافي وتخليوه يطيب على 180 درجه. كي يطيب مزيان من التحت تشعلوا له من الفوق يتحمر مزيان وكيكون واجد. اهم حاجه اخواتي ان الفران يكون مشعول من قبل ويعني سخنتوه مزيان. كي تدخلوا له المسمن يطيب تخليوه يعني على 130 عفوا على 230 ولا 250 تقريبا واحد 8 ديال الدقائق تقريبا هكذاك. المهم اون فوا تشوفوهم تشمعوا يعني تما غادي تنقصوا لهم ل 180 درجه وتخليوهم يطيبوا على خاطرهم. وهنا اخواتي الا كان عندكم لالام غادي يكون افضل. انا جبت هذا الموس هذا هذا هو اللي عندي ماضي صراحه جبته وغادي نبدا كنفلح بهذه الطريقه هذه. الا عندكم لالام ولا خذوا لالام كيعطي كيدير واحد التفليحه زوينه بزاف. وهنا مباشرة من بعد ما جبدتو بالفران كما كتشوفوا معايا كيجي الشكل ديالو زوين زوين بزاف صراحة مملحة. تستحق انكم تجربوها وديروها في مائدة الافطار ديالكم.
هنا راه باقي سخون، غادي نخليه يبرد واحد شويه ونفتح معكم وحده وتشوفوا كيفاش كيجي من الداخل.